يا أصدقائي، نحن نبذل جهدا كبيرا كل أسبوع لنقدم لكم قصة رعب مرعبة ومثيرة على شكل أنيميش. فإذا كنتم تستمتعون بحكايات قناتنا بيت الروح، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى لا تفوتكم أحدث الفيديوهات. قصة رعب لابوبو. كانت ميلين تعيش في مدينة شنغهاي الصينية مع كلبها باو، رغم أنها في الأصل من قرية صغيرة في الصين، لكنها انتقلت إلى المدينة بعد وفاة والدها لتعمل وتساعد والدتها وأختها ماليا. كانت ميلين فتاة لطيفة جدا وتعمل في متجر العاب، وكانت تحب الألعاب كثيرا، خاصة الدم. وبسبب عملها كانت تحصل على خصومات على الدم التي تحبها. في منزلها كانت تملك دم نادرة من دول مختلفة. وذات يوم وصل إلى متجرها مجموعة من دم لابوبو ذات الإصدار المحدود، وما إن وصلت حتى نفدت كلها من المتجر. لكن ميلين احتفظت لنفسها بواحدة مسبقا، وكانت هذه الدمية بلون ذهبي فريد مختلف عن بقية دم لابوبو. كانت الدمية جميلة للغاية، وابتسامتها كانت من ألطف ما رأت ميلين في حياتها. أخذت ميلين دمية لابوبو معها إلى المنزل، وكانت في قمة السعادة تحدق بها دون توقف. كانت تملك عينين زرقاوين جميلتين، وفراء ذهبي اللون، وأذنين طويلتين، وابتسامة كبيرة بأسنان بارزة لكن جذابة. عانقتها ميلين بقوة، والتقطت لها العديد من الصور وقدمتها لكلبها باو كعضو جديد في عائلة الدم. لكن على غير العادة، حين كان باو يفرح برؤية الدم الأخرى ويجري بسعادة في أرجاء الغرفة، بدأ هذه المرة بالنباح بشدة والغريان عند رؤية دمية لابوبو. شعرت ميلين أن الأمر غريب، لكنها اعتقدت أنه خائف فقط، فوضعت الدمية على الرف وذهبت إلى النوم. كالعادة اعتاد كلبها النوم بجانبها، لكنه في تلك الليلة ظل يحدق في الدمية ثم خرج من الغرفة. وفي صباح اليوم التالي قبل ذهابها إلى العمل، بدأ باو ينبح من جديد تجاه دمية لابوبو. وقبل أن تخرج من الباب، أمسك كلبها بجنزها وبدأ يجرها باتجاه الرف. صاحت عليه ميلين غاضبة، لكنه لم يتوقف، فأغلقت عليه باب الحمام وذهبت إلى المتجر. في ذلك اليوم مرت بأسوأ لحظات عملها، على عكس طبيعتها اللطيفة. دخلت في شجار مع أحد الزبائن وصرخت عليه بشدة، حتى أن مديرها وبخها وطردها في نفس اللحظة. لم تستوعب ميلين ما حدث، ولا كيف أصبحت غاضبة بهذا الشكل. عادت إلى منزلها تبكي، وفتحت باب الحمام، فركض باو نحوها، لكنها هدأ عندما رأى دموعها، وكأن عينيه امتلأتا بالدموع أيضا. نامت ميلين مبكرا في تلك الليلة، لكن أثناء نومها سمع ضحكة غريبة لم تسمع مثلها من قبل. رأت ظلا يقف في زاوية الغرفة يحدق بها. بسبب الظلام لم تستطع تمييزه جيدا، وعندما اقتربت من السرير لم يكن هناك أحد سوى دمية لابوبو على الرف. فأعادتها إلى مكانها وذهبت للنوم من جديد. رأت في حلمها مخلوقا غريب الشكل بأسنان طويلة حادة، وأظافر أطول منها وأكثر رعبا، وجسمه أحمر متعفن. اقترب منها ليخنقها، وبدأت تصرخ، لكن المخلوق كان يضحك بصوت مرعب ثم هاجمها بمخالبه. استيقظت ميلين مفزوعة، لترى أن دمية لابوبو كانت جالسة على صدرها. صرخت بشدة، فدخل باو مسرعا إلى الغرفة. لم تستوعب ميلين كيف وصلت الدمية إلى سريرها، رغم أنها وضعتها على الرف قبل النوم. وعندما نظرت إليها، لاحظت أن ابتسامتها أصبحت أوسع من ذي قبل، وكأنها تضحك. قبل أن تفكر أكثر، قفز باو وسحب الدمية بأسنانه ومزقها تماما. كانت ميلين ترتجف من الخوف والتعب، رأسها يؤلمها، فلم تعلق على تصرف باو. رمت بقايا الدمية في سلة المهملات ونامت مجددا وهي تضم كلبها. عندما استيقظت صباحا، كان رأسها يؤلمها أكثر، ولاحظت بقعا حمراء صغيرة على يديها، وكأن شيئا عضها. نادت على باو لكنها لم تجد. بحثت عنه في أرجاء المنزل دون جدوى. أخيرا دخلت الحمام، ولم يكن هناك أيضا، لكنها حين نظرت في المرآة
رأت وجهها مليئا بتلك البقع الحمراء. بدا وكأن شيئا قد هاجمها. فجأة ظهر خلف كتفها في المرآة كيان يشبه مخلوق الحلم تماما، يضحك بصوت مرتفع. لكنها عندما التفتت لم تجد المخلوق، بل وجدت دمية لبوب موضوعة على رف الحمام. صدمت، كيف يمكن أن تكون هذه هي نفس الدمية التي يمزقها بو؟ لكن ملامحها تغيرت. لم تعد ابتسامتها لطيفة، بل أصبحت شريرة ومرعبة. خرجت ميلين من البيت وهي تصرخ وتنادي على بو، لكنه لم يظهر. وعندما عادت إلى المطبخ، كانت الدمية واقفة بجوار حوض الغسيل، ويديها وأسنانها ملطخة بالدم. نظرت ميلين تحت الحوض، ورأت جسد بو ملقا هناك، غارقا في دمائه، وقد بدا وكأن شيئا نهش جسده بشراسة. مات بو، وانهارت ميلين من شدة الصدمة. حينها فهمت أن دمية لبوب ليست عادية. بدأت تبحث في الإنترنت عن معلومات حولها، ووجدت تقارير وأخبارا مرعبة عن دمى لبوب التي بدأت تهاجم الناس في مختلف دول العالم. بعضهم تعرضوا للطرد من وظائفهم، وآخرون أصيبوا بأمراض خطيرة، بل إن بعضهم فقدوا أحباءهم. كل هذه الحوادث مرتبطة بدمى لبوب. بعد قراءة هذه القصص، أدركت ميلين أن دميتها كانت ملعونة. فلم تنتظر طويلا، وأضرمت فيها النار، ثم جمعت رمادها ودفنته في النهر القريب. في تلك الليلة، روت القصة كاملة لأختها الصغيرة عبر الهاتف، واعتقدت أنها تخلصت من الكابوس. لكن في صباح اليوم التالي، عثر على جثتها في منزلها، وبجوارها كانت دمية لبوب نفسها، التي أخذتها زميلتها من المتجر معها. اليوم، يقول بعض الناس على الإنترنت إن دمية لبوب ليست سوى تجسيد شيطاني للكيان الشرير بازوزو. وفي العديد من البلدان، تم حظر بيع دمى لبوب بسبب هذه الأحداث، بل أجريت طقوس طرد الأرواح الشريرة عليها من قبل رجال دين. ماذا تعتقدون أنتم؟ هل تعتقدون أن دمية لبوب ملعونة فعلا؟ وهل يسكنها شيطان حقيقي؟ أم أن كل هذه مجرد شائعات وخرافات؟ أخبرونا في التعليقات.